طبعا عندنا حمار هنا. حمار دخل مره واحده لقيت حمارين قدامي. ايه الهبل ده؟ زي ما انتم شايفين الحمار ده جميل جدا. طبعا اخدنا الفيت بتاعه، خدنا مقاسه، ملبسينه بنطلون شيك جدا، شكله مختلف وشكله متغير، فيشجعنا ان احنا نقدر نساعد الحيوانات دي ونلبسها ونخليهم واثقين من نفسهم زي ما انتم شايفين. هو حتى مش قادر يقابلكم. لبسه ايه، زبره؟ طبعا لابس زبره عشان برضو يديك الاختلاف والشكل المختلف. انا طالب منكم 8 مليون سنوز ومعاه الحمار ده هدايا. انا قاعد يا معلم قلت يمكن بقى حسام يجي يصحصح الدنيا شويه، حاجه بقى تبقى عليها القيمه، فاهم؟ طيب انا مبسوطه قوي مش شايفاه. طيب بس يعني ده اللي انا هقوله. عايز بس حد ممكن يجي يساعدني، ممكن هشام؟ لا انا برشح عمر عشان لابس زيه. تعالى عمر عشان تبقى في ماتش، في ماتش. تعالى انا هاجي بس بمزاجي. حسام كان محتاج حد يساعده، كان مقلق تقريبا من الحمار، كان خايف. لقيت لك هشام بيقول لي يلا يا معلم عشان لابس زيه، وانا ما كنتش مخطط لكده. زي ما انت شايف هو واقف مستريح جدا، ما بيتحركش اصلا من مكانه. انا حاسه هيرفس يا جماعه. طبعا هو مش لابس البنطلون ده بس. هو سلام عليكم. اعمل ايه انا؟ طب حس يعني انت جاي تبيع لبس للاسود والنمور والغوريلات والحمير، انت مش قادر تقف جنبه يا معلم. انت خايف تبص له. فكره قذره. ده ايه اللي هنعمل الناس كلها عن اي حاجه في الطبيعه؟ سيب الحيوانات على الاقل براحتها. كنت عايز اتكلم معاك عن الماتيريال. بتحدد الماتيريال دي بناء على ايه؟ هل في سباندكس؟ ما زي ما قلت لك يعني ده حمار لابس عادي بنطلون قماش عادي جدا، ماشي، بس سيد قشطه لابس مايو بتضمن يعني فالفابريك مختلف عشان يقدر يستحمل بس الميه. تعمل تيست لازم انك تعرف ان ايه حساس على بشره انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ هو الموضوع لبس حيوانات. هو لبس، هو انت مكبر الموضوع ليه؟ هو زي ما انا بلبس، زي ما انا هنزل ميه هلبس مايو، سيد قشطه ينزل ميه يلبس مايو. ليه؟ انا عجبتني سيد قشطه بصراحه. سيد قشطه بس عادي. هو حسام طول عمره كده يعني. حسام يحب ينتقد قوي، بس لما تيجي تقول له اي حاجه او اي انتقاد بيقلب وشه.